أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على راديو جولدن فويس. معاكم أنا مروة صالح في أولى حلقات برنامج صحابيات حول الرسول. تخيل إنك في يوم مهم جدا وكل الناس قاعدين قدامك وإنت واقف تتكلم بقوة وجراءة. يا ترى هتتردد ولا هتثبت؟ النهاردة قصتنا عن سيدة قوية جريئة فصيحة، صحابية لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بخطيبة النساء. قصتنا عن أسماء بنت يزيد بن السكن. أسماء بنت يزيد الأنصارية، واحدة من الصحابيات اللي لهم مكانة عظيمة في الإسلام. نشأتها كانت في أسرة مؤمنة، وهي ابنة عم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكانت من أوائل النساء في مبايعة الرسول. وفي غزوة أحد استشهد والدها وأخوها وعمها، ووصل لها الخبر وخرجت تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، وشافته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني تهون. كان لأسماء موقف فريد مع الرسول، وقفت قدام النبي بكل شجاعة نيابة عن كل النساء، وسألته بكل جراءة: يا رسول الله، إن الرجال ذهبوا بالأجر كله بالجهاد في سبيل الله، فما لنا نحن النساء؟ فقال النبي: افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك أو يفوقه. وده بقى موقف عظيم بيثبت إن صوت المرأة كان مسموع وقت النبي صلى الله عليه وسلم. شاركت أسماء في معركة اليرموك، وقتلت بعمود خيمتها 9 من الروم، وساعدت في علاج الجرحى. عاشت أسماء وشهدت الخلافة الراشدة وتكوين الدولة الأموية، وتوفاها الله في خلافة معاوية سنة 54 هجرية. رحم الله أسماء، صدق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياءهن من التفقه في أمور دينهن. خلصت حلقتنا من صحابيات حول الرسول. استنوني أنا مروة صالح في حلقة جديدة على راديو جولدن فويس.